كنجيش راسي باني راني راجلها ولا راه الناس بالو. اذا جيت على قيمه ديال الدم كنجبد كنوصل للدار. عرفتي هذيك يا واجب الله. راك كتكتب الحشيشه راك كتشرب كدير يا واجب الله يا واجب الله. بقى صعب اخويا بقى صعب المي بقى صعب السؤال. ما تبكيش سي نور الدين، ما تبكيش، حنا خوتك ما تبكيش. شرب كاس الماء وارتاح، خذ نفس، حنا معاك. ارتاح. نعم اخويا. شرب شي كاس الماء سي نور الدين وخذ النفس ومن بعد كنستمروا. ويلا راه كاين شي حوايج تسمعين اللي بغيت المستمعين بغيت خوتي عائلتي بدكم نتوما كلشي نتوما ما خصناش نعاود الصديق ديالي في القهوه ما خصناش نعاود اخويا ما خصناش نعاود المي ما خصناش نعاود السؤال. ما تبكيش سي نور الدين، ما تبكيش، حنا خوتك ما تبكيش. شرب كاس الماء وارتاح، خذ نفس، حنا معاك. ارتاح. لا اله الا الله. شحال صعيب الانسان اللي ما تيلقاش من يعاود اللي في قلبه. والسي نور الدين تاثر بهذه المسائل اللي تعاود على الزوجه ديالو. غادي نكملوا معاه ونعطيو المزيد من الوقت طبعا بعد ان ياخذ نفسا في هذه الاستراحه، وناخذ كذلك حنا استراحه دائما من راديو اصوات، برنامج بقلب مفتوح مع اسماعيل. اهلا بكم من جديد مباشره على راديو اصوات. كملوا مع السي نور الدين من الدار البيضاء. الو السلام عليكم السي نور الدين. وعليكم السلام سي اسماعيل. شكرا اخويا، شكرا بزاف اخويا، كنرتاح لك شويه. مرحبا سي نور الدين، ارتاح مع راسك. اخويا قلبي راه كاين شي حوايج غنوصل لك اليوم، بغيت المستمعين وبغيتكم نتوما فضل الله وفضلكم تعطوني شي راي، وتقدر كاع نعطيك التليفون ديالها تتصل بها، لان هي بعدك اولا كرهتني هذوك الولاد ديالي. غير كون مرتاح السي نور الدين، وكمل لي شنو وقع. قلتي فاش دازت شي عامين وقلتي مشيتي تخرج للقهوه ولا شي حاجه بحال هكا. اييه وليت كنخرج للقهوه ديالهم ديالهم يعني مفرقاش الشارع ولي مفارق. تلاقيت مع صديق ديالي هو اللي كان عرض عليا باش بغا نريحو في هذيك القهوه. تلاقيت معاه عرض عليا غير الثانويه، جاو واحد جوج الناس ما كيعرفوني ما كنعرفهم، كيعرفوني في الصديق ديالي ريحو جبدنا الاقدميه ديال الدرب. كتهضروا على الذكريات الدرب. تقريبا الذكريات ديال الدرب قديم هادشي قديم. كانوا جايبين دار ثانيه، شكون كان فيها دار ثانيه ما وصول لا نسابي انا وصول المراه عندي انا، وهما ما عارفينش ما عارفينيش بانني انا راجلها. الصديق ديالي ما عارفنيش بان انا راجلها ولا نسي بالوك. بحكم واقيلا ما تتشوفهمش بزاف هاد الناس ولا ما تقريبا ما كنعرفهمش ما كيعرفونيش غير هذاك الصديق اللي تم يتلاقى معايا لمده ديال 10 سنين ما شفتوش. هو اللي جاني باش نريح في هذيك القهوه. زيد وصلوا دار نسابك دابا هما جابدين الحديث على الديور تما القدام، شكون كان ساكن فيهم؟ شكون اللي كان ساكن هنا هذا باع، هذا رهن، هذا يلاه جا، وهذا كذا. ما جا ولا ما جا، جابت الهضره شكون اللي كان مزيان، شكون اللي كان خايب، شكون اللي كان داير هذه باش جبدوا المراه ديالي انا. جبدوا دار نسابك؟ دار نسابي. زين شنو قالوا؟ نسابي كان باهم كان معروف بلا ما نقول المهنه ديالو، كان معروف في المكان. ونقول ولا بلا ما نقول؟ لا بلا ما تقول، حاول بلا ما تقول الاشارات باش ما نقول على حسب الشرف ولادي. اي حفاظا على الخصوصيه والمصلحه. المهم قالوا بان باهم كان معروف بكذا وكذا في شي مهنه. كان معروف بواحد المهنه، كان معروف. شغل وصلت لواحد الدرجه اللي كيقولوا على مرتي بنت فلان اللي كيخدم الشغل. اجبدوا على مرتي، الشيء هذا اللي ما تقبلتهاش، ما كانش على بالي. واش دغيا بداو بالسيد هو ودازوا لمرتك؟ مثلا جبدوا واحد الدار اخرى، جبدوا واحد السيده اخرين، جبدوا هضره اخرى حتى الاخير وجبدوا الدار ديال نسابي. بدات الهضره كدور على الدم. عرفتي مع البركه ديال القهوه الموضوع داير على الجوره القديمه اللي كانت كيف كان الشجار كيدخل على الجار، وشكون اللي كان هذه الفلانه مزيانه، هذه ما مزياناش، هذه هادشي كان مزيان. هذا الموضوع اللي داير. انت دابا ولات هذه نميمه بحال النميمه. انا باش كنسمع كان عليك تنوض. ما قديت نوض، ما قديت نبرك، ما تصدمت. واخا شنو قالوا على نسيبك؟ فلان معروف كيبيعوا يديروا هازي؟ هذا واحد مهنه شريفه ماشي زعما كان ما عليناش مهنه. المهم علينا جبدوا مرتي الزوجه ديالي ولد مع 3 اولاد. وقالوا راه عنده بنته فلانه سميتها وهكذا كدير وهكذا كتفعل وهكذا كتريك وهذه. ما معنى كانت كدير وكتفعل؟ شي سيره خايبه ولا سيره مزيانه؟ اخي بسيره
قلبي اخي السيره يعني الدعاره. لا اله الا الله. الدعاره. وانت كتسمع الناس تيقولوا هادشي؟ كنسمع الهضره كيقولوا، علاش كيقولوا ويل لمن اشار به الاصابع ولو بالخير. كتحملتها وصبرت وسكت. واش السي نور الدين فاش كانوا جبدوا الزوجه ديالك بهذه السيره هذه قبل ما تزوج بك ولا كانت مزوجه بك؟ ما فهمتش. قبل ما نتزوج بها قبل ما نتزوج بها. المهم اجت انا شديتها في قلبي، ما جيتش هاد المرتي قلت عليها قلت لها اللي سمعت واللي قلت ولا اللي قالوا عليك ولا ما قالوا عليك، جيت طبيعي عادي. اجت هذيك اللحظه دخلت البيت ديالي كنبكي، كنت اسف على هذيك الهضره اللي سمعت. واخا وإلا كانوا هذوك الناس اللي تقهويتي معاهم هما عارفينك راه راجلها وبداو تيقولوها؟ لا ما عارفينيش راجلها. اجت انا في هذيك اللحظه مشيت ندربهم. مشيت اقول قالوا لي طاير في راس الدم ديالهم اللي كيبيع كارو. خفت عليه قلت له انا الدرب راه شحال هذه ما جيتش ليه والنقله دار فلان قالوا لبس الناس بديت كنجبدها عليه دار فلان جبد لي دار نتابي نفس الهضره اللي قالوا في القهوه قالها لي داك الشيء. يعني انت ديتاي سنالك على هو قالها لي. المهم مشيت وليت واحد الحاله اللي بقيت ناكل ما كنشرب. يجي ولدي كيقول لي بابا تعشى معنا، كنقول لي يقول لي بابا تغيرتي، كنقول له ولدي هاد الدقه في قلبي انا ما قادرش نخرجها وما عرفتش نخرجها. يقول لي قولها لي انا بابا، قولها لي انا. كنقول لي لا ولدي لا ما يمكنش لي. كتجي عندي هي كتقول لي مالك اولدي اش عندك؟ قول لي اش عندك. انا بدقتي في قلبي تبع الله ما غاديش نجاوبك دابا، ما نقول حتى حاجه دابا من بعد ونقول لك كيفاش من بعد. مشيت اسيدي واحد النهار للسوق والبطاطا والبطاطا وقفت عليه قلت له ساكن قال لي كنسكن في الفلاني. جبت معاه الهضره مشيت هاكين قال لي فايت عندك صوابغ على الفساد ومحكوم عليها بالمشروع ديال الأس والسيوده مع فلان وفلان ودارهم فلان فلانيه. وهادشي ما في راسك شنو دابا؟ كنتش عندك عفو؟ ما في راسي حتى حاجه. ما فعلني والو. راه انسانه شريفه معقوله راه كتجي مقابله ولادها مقابله محلها كتمشي لخدمتها هادشي كنعرف عليها. المهم جلست عند مول جافيل حدا دارهم وخرجت عليه بغيت ناخذ جافيل جبت مالك ما عرفنيش بان جارهم ولا راه ساكن تما ولا ما عرفنيش. ما كنجيش راسي بان راني راجلها ولا الناس هادو. كنت جبت عليه واحد القيمه ديال الدم كنجبد كنوصل ليه للدار. هذيك يا واجب الله كتكتب الحشيش هنا راه كتشرب هنا كدير يا واجب الله يا واجب الله. خلي على هذاك مشى عند واحد اخر عاوتاني نفس الهضره كله كيشهد بان كاس جمع تاخذ الفساد في سوريا الحد وهم صغيرين اليوم دابا نسمي لك كانوا مقبلين بالعسكري تبعوا الجدر ديالهم. جيت جيت فلانه هاتي قلت لها ودير علاش ما صارحتينيش النهار الاول؟ علاش ما قلتيش لي كاين؟ اش قالت لي انت مسطي نوض نديك الطبيب لساني. فعلا درت لها خاطرها مشيت معها الطبيب لساني وهي اللي خلصت عليا الطبيب لساني لان خدمتي نهايات. شكون ينفعني؟ الولد المراه نطلق والمراه ديال المعقول والمراه ديال الشرف وديال الخير. الدري الكبير عندك من المراه الاولى؟ الكبير المراه الاولى ملي سول عليا الحال ديالي راتب شهري راتب يومي مصروفي يعني نتقدى كما بغيت كنشرب قهوه ما خاصني حتى خير الحمد لله. الله يخليه لك. دابا السي نور الدين فاش عاودتي لمرتك هذا الماضي ديالها اللي ما كنتيش عارف وقلتي علاش ما صالحتينيش به قالت لك انت مريض نفسي غنديك عند معالج نفسي. معالج نفسي وقلتي لها واخا. قلت لها واخا يلاه ومشيت على الطبيب الثاني دوز لي قال انا غادي واحد المخيبه غادي تريه تاعك اكتئاب حاد هاد السيد هذا وخرج لي تريتمون ديال الدواء وشداتو هي ولات هي كتشرب لي الدواء. تصور واحد النهار تقرا ديال الريب تقرا ديال الريب صغار قالت لي باش نشربوا وحده ولا جوج جات لي 4 باش انا نعس. اش كندير انا الليل كامل ولا كنبكي حداها كنخرج لاكور كنبقى نبكي ما كنعس ما كناكل ما كنشرب ما خرج. المهم حتى هذاك النهار كانوا ولادي جيت معاه في الهضره نتناقش معاه في الهضره قدامهم على هذا الشيء على هذا الموضوع كيقول لنا باش نغيدوا واش مريض ولادي خويا عليكم قلبي باش نضرب قدام خويا عليكم تقبلوا ولا ما تقبلوش
ديروا لي مسطي، ديروا لي معايا عقل، انا مسطي. ما صبرتيش؟ نعم ما صبرتيش تخلي داك الشيء في قلبك؟ ما صبرتش نبقى هذاك الشيء في قلبي. تصور وصلت لدرجه عيطت لامها، قلت لها بنتك كتشرب زيت على الصوابيق وكتمشي دابا فلان وكتبع فلان وكتبع فلان وكتبع فلان، وما حاولت حاطي ديك الكعبه وحاجه وما سكتش، ما قدرت تجاوبني حتى حاجه. هي ذوقكم بيناتكم ما نقول لك انا والو. هذاك النهار سيدي جيت انا ويا فاطمه قدام ولادها وعيط نسيتها عيط لخواتاتها، قلت لهم ديرها هاكين وهاكين. تصور السي اسماعيل وصلت لواحد الدرجه ديال بان حتى تزوجت ليا وبقات تبقى تخرج. يعني هادشي ما بقاش ماضي قبل من الزواج، وانما كاين شي حوايج وصلت ليهم وفكرت هذوك الناس اللي قالوا لي يعني ما غاديش نقدر ندير بحث قضائي ولا ندير اي فيديو، ما عنديش اثبات وما عنديش دليل، ما عنديش شي حاجه. الماضي ما غاديش نحكم عليه، الله اعلم. الماضي ما غاديش نجبدوا عليه، على داز الماضي نشوف الحاضر. يعني واش تاكدتي السي نور الدين بان هاد الشبهات ما كانتش غير في الماضي وحبست لما تزوجت بك، وانما استمرت وهي في الذمه ديالك؟ الذمه ديالي، الذمه ديالي. تصور نحكي من خويا قلبي اللي ولي واحد الليله ناعسين قالت لي يا فلان انا رانا صافحه صايمه. ما يتقبل انا وصراحه كنمشي اختك 8 ونص 9 كنمشي نشرب قهوه، كنمشي نريح شويه مع الاصدقاء ديالي، كنمشي المهم كنجي للدار كنقابل ولدي اللي باقي كيقرا، كنا كان شي حاجه هي الدار كنقضيها، كنوصل الماعن نجسر نشطب كنعطل كنطيب الماكله، كتجي هي في العشيه كتبقى مريحه شاده البورطابل كنجيب لها حتى البيت ديالها. المهم علينا وصلت لواحد الدرجه ديال يعني باش نقول لك اسمي هذاك النهار اللي قالت لي بان راه غتروح الصيمه، هذاك النهار واحد السمانه دزات في الدار، جات هي مع مشات معايا 7 ونص، جات مع 10 جات دخلت الكوزينه بدات كتاكل، قالت لي صيمه راكي صيمه. ما جاوبتنيش، سكتت حليت السلسله ديال الزلابه بقيت هذا غير سويميس هذاك اللي دار دونوي. فين دايره؟ سوميس دونوي فوق تحت. سوميس دونوي فين دايره؟ انا بتاع غير بوحدو، لا بيجامه لا قفطان لا تكشيطه لا حتى حاجه. في داركم انتم في داركم؟ هذه منين جات؟ خرجات لابساهم. منين جات؟ جات مشات تخدم وهي صايمه وجات مشات خرجت مع 7 ونص ديال الصباح، 10 ونص جات. انا قالت لي راه هذيك الليله قالت لي راني صافحه صايمه وربي كيشهد عليا الكلام كنقول. ملي جات مع 10 ونص جات الكوزينه كتفطر كتاكل، قالت لي انا تيقول لي انا صايمه كتاكلي حتى هي قلت لها لا سجلتها كتاكل، حليت لها ديك السلسله ديال الجلابه بحال هكا باش انا فيها سويميز. قلت لها مرت الراجل قالت لي خدامه بالسويميز والجلابه انا ما عندي ما كنمشيش. انا كنت ندور مع الوالد ديالي كان عيان شويه خليتها خرج، ما غاديش نبقى نتناقش معاه في هذا الموضوع ولا شي حاجه. كتحاول تميك زعما؟ كنحاول نميك. علاش؟ على قبل ولادي عزازين عليا كتعاود لينا هاد الاشارات هادو السي نور الدين. مازال ما جلستي مع الناس في القهوه مع دوك البركاكا اللي عطاوك التخته ديال الدرب كامل؟ قبل ما يعاودوا لي الدراري. دابا غير هنا بديتي كتربط زعما شي بديتي كتربط ترجع لكاسيطه النور تنقولوا. كنتذكر اخويا كنتردد ما عرف مابقاش عرفت ما كنتش نتصرف. المهم انا خرجت القهوه اللي قالوا لي الناس، مشيت سولت بقيت كنسول الجيران كلهم كيشهدوا بان هذيك السيده كانت دعاره وكانت كتكمل وكانت كتشرب وكانت كتفعل وكانت كتسرك في الماضي ديالها. جيني لهاد المساله اللي ذكرتي قبيله السي نور الدين، واش حتى هي فيها شي شبهه ديال قلتي شي واحد شرات من عنده شي سكن في عشوائي وقلتي كانت شي حاجه مشبوهه عند شي واحد شرات عنده بلا خبارك؟